قتل على الهوا وسط اللايف قدام آلاف المتابعين. قتل فاليريا ماركيز. ايه اللي حصل وليه السوشيال ميديا مقلوبة بقالها يومين لحد دلوقتي؟ الصور اللي قدامك دي بتوثق لحظة قتل التيك توكر وملكة جمال المكسيك فاليريا ماركيز. فاليريا كانت قاعدة وفاتحة لايف تيك توك عادي جدا، وفجأة جالها اتصال تليفوني، ومع الاتصال التليفوني ده بدأ ملامحها تتغير للخوف. بس فاليريا كملت اللايف على كل حال، علشان بعد شوية صغيرين يدخل البيت عليها شخص ويسألها انت فاليريا؟ فترد عليه بكل خوف ايوه انا فاليريا. يقوم الشخص ده يطلع سلاحه ويضرب فاليريا طلقة في الراس وطلقة في الصدر، وكل ده كان اللايف شغال ووثق اللحظات دي كلها. طب ليه كل ده؟ انا هقول لك يا صديقي، لان النيابه العامه كشفت ملابسات الحادثه كلها واسبابه وحكت كل ده. فاليريا كان في داعم مكسيكي راجل عجوز كان بيدعمها بمبلغ كبير جدا، المبلغ ده وصل لحوالي $1,000,000، والداعم العجوز ده كان بيحب فاليريا جدا. لكن في يوم وصل داعمين فاليريا شخص جديد ووضع عليها مبلغ كبير جدا، اكتر بكتير من المبلغ اللي كان بيدفعه العجوز المكسيكي. وخليني اقول لك ان الداعم الجديد ده كان شخص أربعيني وجنسيته مصرية. ايوه زي ما بقول لك كده، مصري. المهم طبعا بدأ اهتمام فاليريا يروح كله ناحية الدعم المصري الجديد. ما هو ده قانون التيك توك، الاهتمام والترحيب بيروح للدعم الأكبر عشان يحس ان هو الشخص الأهم عندك فيدفع أكتر. المهم ان صاحبنا العجوز ما عجبوش الكلام ده وما قدرش يتأقلم انها خلاص راحت عليه وان في حد خد مكانه في قلب فاليريا، فيقرر ان هو يأجر شخص عشان يقتل فاليريا. وبالفعل الشخص اللي أجره راح لفاليريا بيتها، لكن وهو رايح في الطريق في شخص مجهول اتصل بفاليريا وقال لها انها تهرب بسرعة لان في شخص جاي يقتلها. زي ما واضح في الصورة ان بعد المكالمة دي ملامحها كلها اتغيرت واتوترت وخافت وافتكرت ان كل ده هزار وكملت اللايف، عشان سبحان الله عمرها خلص خلاص. عشان بعد شوية يدخل بالفعل الشخص عليها ويضربها بالنار برصاصتين، واحدة في الصدر وواحدة في الراس، عشان تنتهي حياة فاليريا وهي على البث المباشر. هنا بقى هيجي سؤال في بالكم، ايه استفادة الداعمين دول في وضع مبلغ كبير زي كده في البث المباشر؟ يعني ايه المكسب اللي بيعود عليه؟ بمعنى اصح ليه بيكون في داعمين اصلا على التيك توكر؟ انا اقول لك، لان التيك توك عبارة عن دارك ويب كبير بيشتغل على غسيل الاموال. بمعنى اصح في ناس بتشتغل في تجارة السلاح، وفي ناس تانية بتشتغل في تجارة المخدرات والأعضاء وغيرها من الأنشطة المحظورة. ولأن الفلوس دي لو دخلت على البنوك مباشرة هتثير الشكوك وهتسبب مشاكل للناس دي، وهيتسألوا من أين لك هذا؟ فمفيش قدامهم حل غير إن هم يغسلوا الأموال. فيقرروا إن هم يدخلوا الفلوس دي كأنها مشروع، عشان لما يجي يتسألوا الفلوس دي منين يقولوا له من كذا. وده بقى نظام التيك توك، الداعم بيختار شركة يدفع لها الفلوس، والشركة دي تخش تحط الفلوس دي في اللايفات على التيك توك، وبيقسموا الفلوس دي بحسبة الكل بيبقوا متفقين عليها وكله طالع كسبان منها. يعني في مثلا شركات بتاخد 20% والداعم بياخد 65% وصاحب اللايف بياخد 15%. يعني لو الداعم ده دعم ب$1000 فالشركة هتاخد $200 والتيك توكر هياخد $150، والدعم هيرجع له $650 بطريقة رسمية، وده عن طريق التيك توك. وكده فلوسه اتغسلت واتكوت وابتدت تبرق، وهنا محدش يقدر يقوله من أين لك هذا، وهنا الكل بيطلع ربحان وفلوس الدعم كده بقت رسمية ومحدش يقدر يكلمه، والشركة أخدت نسبتها والتيك توكر جاله فلوس من الهوا. دي مافيا يا صديقي، مافيا غسيل الأموال. فخلي بالك يا صديقي وما تمشيش ورا اللايفات دي عشان ما تبقاش في يوم من الأيام زي فاليريا. سلام.